انا خلاص قررت انا هتجوز واقعد في البيت. ودي جمله كفيله تقولها اي بنت في قعده شباب تنهي الكونفرسيشن كلها. تبقوا قاعدين كلكم عمالين بتصحوا من ضغوطات الحياه، شغلك اللي مش طايقه بس مضطر تكمل فيه عشان ديونك، ومرتبك اللي بيواجه الاسعار بتاعت مصر كانه بيبي عيل صغير بيقول جيخ يا ماما وبابا، وهي ما شاء الله لم تتكبد حتى عناء التفكير في حل المشكله. الحل جاي لها كده من عند ربنا، انا هتجوز واقعد في البيت. تقول كده من هنا الصمت يعم في الشله كلها. اصل هتقول لها ايه؟ انا نفسي اقعد في البيت والفلوس تجي لي، بس ازاي؟ مفيش اوبشن، مش متاح اصلا، وحتى لو متاح ما ينفعش. وده بيدل على كميه البريفليجز اللي عند معظم البنات وهم مش حاسين بيها. معلش انتوا خانقنا في حياتنا واحنا ما عندناش حريه، وانا بطالب بحقوقي كلها. حضرتك حقوقك ايه؟ ايه اللي حضرتك ناقص عندك او زياده عندي عايزاه تاخديه؟ مفيش. يعني تعالى شوف بنت عيطت في الشغل ما شاء الله، فجأة كلنا انكلودنج حموك شنتن جاب مناديل عشان الهانم تنف فيها. المدير اتحرك من اول مرة من مكتبه وجاي يسلم عليها يقول لك انا سمعت ان انت تعبانة، طب عايزة اجازة؟ مفيش حاجة احنا مضغوطين، محمد هيشيل التاسكات بتاعتي، روح انت اجازة وتعالي. حضرتك انا مالي انا محمد ليه؟ اشيل تاسكات ليه حضرتك؟ وانا اديك النهار ايتست. ايه ده؟ انت بتعطس؟ طب بص بقى يا محمد، هكتب لك على مشروع هتاخد منه تاسك قبل الظهر وتاسك بعد العصر واحدة قبل ما تنام، وبغطيها انا. طب وده هيجيب نتيجة يا هندسة؟ هخف بسرعة؟ هي دي الصوحة. بس غريبة، ده غير المرتب. تلاقيكم الاتنين مرتباتكم زي بعض، بس المرتب ده رايح في حتة وبيجيب حاجات، وده مرتب أصلا نازل خسران. تيجي هي تاخد المرتب مننا. يا أيوة بقى ال5 أطقم اللي كانوا على شي إن كنت نفسي أجيبهم، وهدية البت مننا عشان عيد ميلادها، والحلال نيل بولش قرب يخلص لازم أجيب واحد جديد، وهدى بيوتي لسه منزلة حتة كونسيلر كله بيتكلم عنه لازم أجربه. تيجي تشوف الولد تلاقيه بيجيب هدوم بالموسم، كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وخلصنا كده خلاص. والكوتش بقى محتاج حد يغيته، يفضل معاه لغايه ما الكوتش يعمل كده اهو، لازم يدلدل بوزه اللي قدام، الواد لازم يبص يلاقي صباعه طالع من الكوتش. بعدين انا حاسس ان المفروض اجيب كوتش جديد، حاسس مش متاكد، يعني ما ممكن نعمل حاجه نرجعه لطبيعته عادي. وبعد كل ده تلاقي برضه مرتبه خلصان. يا ابني ما المرتب لسه متحول، ما اعرفش والله، هم بعتوا رساله قال لك تم تحويل المرتب، بعديها تم خصم المرتب. وفجأة بعد 10 أيام يبقى فاضل له 500 جنيه من المرتب، المفروض بقى دول ياكلوه ويشربوه ويوصلوه الشغل بقيه الشهر، وهي خدت مصروف من بابا وماما. يا عالم، طب حد يسلفني سندوتش جبنه طيب. بس غريبه. وبعدين اصلا مرتب الولد مش بتاعه، بتاعنا، العائله الكريمه في البيت، اخواته، جمعيه. شوف بقى بنت لو رجعت لقيت الايلاينر اللي جايباه من مرتبها الاخير مفتوح، بتعمل محاكمه عسكريه للبيت. بيجيبوا قوات فض اشتباك عشان يفكوا ما بين الاخوات البنات، ماسكين في شعور بعض. صحوا حاجتي بتبوظوها، بتلبسي الطرحه بتاعتي ايه؟ في ايه يما؟ ما في ايه؟ خلاص ما فيش حاجه. وتلاقي اخوها الولد واقف كده في الكورنر اللي هو فيها ايه يعني؟ فتحوا حاجه جايبينها بالمرتب. انا في كيكه جبتها تقريبا سابوا لي الورقه في الثلاجه، هو ايه اللي حصل؟ ناس غريبه. بعدين بقى تخيل بنت اتنرفزت في الشغل، فقدت اعصابها وزعقت فينا كلنا عادي، هبله مضغوطه في حياتها. روحي النهارده نص يوم وتعالى لنا بكره في رايقه. انا لو رفعت هترفع، هياخدوني على سطح عم حماده. وبرجعوا بقى للمسلسل اعرفوا حصل فيه ايه، عشان انا مش هقول اكتر من كده. فعن اي حريات وبريفليجز عند الولاد البنات عاوزينها. ده حتى يا جدع الشيشه والسجاير، بتخش الكافيهات دلوقتي تلاقي بنات حاطه رجل على رجل وقاعده بقى طالبه الشيشه النعناع والكنتالوب، والواد قاعد جنبها طالب لبن بالشوكولاته ومسميه في ربيه عشان بس مكسوف يقول انه لبن بالشوكولاته. تلاقي الواد واقف في الشارع بيتكلم في التليفون بيطلع دخان من راسه مش عارف يحلها منين ولا منين، وهي واقفه جنب طفايه السجاير في الشارع سانده على عمود وماسكه بقى السجاير. مدخنة كباب واقفه. ايه ده؟ في ايه حضرتك؟ الدنيا جايه على البلاشر بتاعك يعني؟ في ايه اللي حصل؟ ده غير بقى العربيات. تعالى اشوف عربيه كحيانه 126 اكسدامها ماشي عامل كده اهو، بص جوه هتلاقي ولد، تلف وشك الناحيه الثانيه تلاقي عربيه موديل السنه دي احدث حاجه في جيلها 60 او 70%، هتبص جوه هتلاقي بنت سايقه وراح الفيلا بتاعتها. ربنا يكرم الكل، هي ارزاق وتوزعت من عند ربنا، بس انا مش فاهم بتطالبوا بريفليجز ايه تاني؟ قولي لي بقى في ايه تاني ما خدتوش؟ عايزين تاخدوا الفانلات بتاعتنا بتاخدوها، الهودز والبنطلونات بتاعتنا بتلبسوها، حد بيقول لك انها ولا شكلها ولادي عليكي؟ مفيش. انا بقى اقدر البس لي هودي فوشفوشي كده متفصل على بنت، هعملها ازاي؟ هيبقى شكلي مرهبط. فعن اي بريفليجز تتحدثون؟ وبعد كل ده تيجي واحده فزلوكه تقول لك البنات مظلومه. انا مقهوره في حياتي، احنا جايين على حقوقنا، احنا مش بناخد زي الولاد. سيبيه في الاخد اللي هو واخده، سيبي الواد في حاله. بس غريبه. وبعدين يقول لك مساواه. مساواه ايه؟ ما حضرتك ما احنا اللي عايزين نتساوى. معلش كانوا كلمتين محشورين جوه قلبي ولازم يطلعوا.
فاعملوا منشن لاصحابكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ما تبقوش ناس غريبه زي الناس دي. وبس كده، كان معاكم زيزو او محمد احمد، السلام عليكم.